في سؤال فلسفي دايما كان بيطرح نفسه على مر العصور. السؤال اللي هو هل انت تفضل ان انت تعيش آه، حر تماما وتمتلك كل الاختيارات وبتمتلك الإرادة الحرة، ولا تعيش مقيد الحرية بشكل ما في مقابل ان انت تحصل على كم اكبر من السعادة؟ السؤال ده طرح نفسه أو السؤال ده قديم قدم الفلسفة نفسها. طرحوا فلاسفة كتير. آه، وفي عصور معينة برز السؤال ده بشكل كبير، زي العصور تقريبا من القرن الخمستاشر للقرن العشرين، لأنه في الوقت ده كانت الأنظمة العالمية أغلبها كانت أنظمة شمولية، أو تقدر تقول أنظمة ديكتاتورية، كانت بتأيد حرية الأفراد ظنا منها، أو بتوعد الناس إن هو بالرغم من تأييد حرية الأشخاص بشكل ما، إن هي بتوعدهم إن هي توفر لهم قدر كبير من الرخاء، وبالتالي قدر كبير من السعادة في مقابل تقييد حريتهم بشكل ما. البشر أغلبهم أو نسبة كبيرة من البشر غالبا بيختاروا إن هم يعيشوا سعداء، أو بيختاروا السعادة بيفضلوها على الحرية أو امتلاك الإرادة الكاملة. وأحيانا بيختاروا إن هم يعيشوا تحت نظام شمولي أو نظام بيأيد حريتهم، في مقابل إن هم ما يضطروش إن هم يحاربوا أو يخسروا حياتهم في مقابل ثمن للحصول على الحرية اللي احنا بنقول عليها. على سبيل المثال، في سنة 1980 الولايات المتحدة الأمريكية ركبت نظام صواريخ بيرشنج في غرب أوروبا، وده علشان يدافع عن أوروبا في مقابل منظومة الصواريخ SS-20 اللي هي الاتحاد السوفيتي كان مركبها في شرق أوروبا. في الوقت ده المفروض أنت كإنسان عايش في أوروبا إن أنت المفروض تحس بالفرح إن أنت الضغط اللي كان محطوط عليك من الاتحاد السوفيتي وتقييد الحرية اللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي وسيطرة الاتحاد السوفيتي على أوروبا، المفروض إن أنت تفرح إنها هتبدأ تنتهي. لكن على العكس، الناس كانت شايفة، وحتى برز صوت أو فصيل في الوقت ده سموا نفسهم دعاة السلام، اللي هم كانوا أخرجوا شعار اللي هو الأحمر أفضل من الموت، يعني بمعنى سيطرة الاتحاد السوفيتي أو الضغط اللي حطوا عليهم الاتحاد السوفيتي أفضل من إنهم يضطروا إن هم يحاربوا الاتحاد السوفيتي أو يحاربوا مع أمريكا الاتحاد السوفيتي بحيث إن هم يحصلوا على حريتهم. فإذا بقى المنطق بالنسبة لهم إنه تقييد الحرية والحصول على كم من السعادة أفضل من الحرب علشان يحصلوا على الحرية الكاملة بتاعتهم. حتى الفلاسفة في موضوع التفضيل أو الاختيار ما بين الحرية الكاملة وما بين الحصول على السعادة في المقابل، كانوا ما بينهم اختلافات. فلاسفة زي نيتشه مثلا على سبيل المثال كان بيقول إنه حرية الإرادة الكاملة فكرة مضللة، لأن فكرة الاختيار الحر أو الاختيار ما بين اختيارات معددة بيخالف مبدأ براءة السيرورة اللي هو كان بيقول عليه، اللي هي بتقدر تقول على براءة السيرورة ببساطة إنها التنازل عن الحرية في مقابل عدم تحمل تبعات القرارات الخاطئة. يعني أنت لما تكون حر وعندك الاختيار الكامل ما بين اختيارات متعددة، ده بالتالي بيؤدي بيك ان انت تتحمل نتيجة اختياراتك وتشعر بتأنيب الضمير بسبب كل اختيار خاطئ انت خدته، وبسبب اخطاء الماضي دايما هتشعر بالتعاسة وهتشعر بتأنيب الضمير. فبراءة السيرورة بالنسبة لنيتشه بتقول ان انت لو شلت على نفسك عبء تحمل القرارات دي والمسؤولية ديت، وتنازلت عن الحرية الكاملة في مقابل ان انت تعيش في نظام معين هو اللي بيحدد قراراتك، فبالتالي انت ما بتتحملش نتيجة القرارات كاملة، انت هتعيش بشكل افضل. وفلاسفة تانيين بيدعموا الرأي ده، ان هو بيفضلوا الحرية، بيفضلوا الحصول على السعادة والعيش في نظام بيقيد حريتك بشكل ما افضل من ان انت تعيش بحرية كاملة وتتحمل نتيجة قراراتك، فبالتالي تشعر بتأنيب الضمير وتشعر بالتعاسة زي ما قلنا. لأنه أنت لما بتمتلك الإرادة الحرة لاتخاذ القرارات اللي أنت المفروض
تتخذها، فبالتالي بتتحمل نتيجة قراراتك، وده بيتبعه عذاب للضمير في كل قرار خاطئ انت بتاخده، وندم على الأخطاء اللي انت عملتها في الماضي. فيلسوف زي هوبز بيطرح سؤال في كتابه، بيقول لماذا يدعونا الخوف للتضحية بالحرية؟ من وجهة نظر هوبز ان الإنسان من ساعة وجوده على الأرض قبل نشأة الأنظمة الديمقراطية اللي هي بتدعم الحرية الكاملة للفرد، كان عايش في أنظمة بدائية أو حتى في أنظمة شمولية ودول ديكتاتورية كانت بتأيد حريته. وفي الوقت ده الإنسان بالذات في الأنظمة البدائية ما كانش آمن على حياته، أو ما كانش آمن على أي شيء، حتى على حياته، إن هو ممكن يتم قتله في أي وقت من الأوقات، أو حتى لو أنت في قبيلة معينة ممكن قبيلة تانية تعمل إغارة عليك وتنهي حياتك، أو أو تاخد منك كل المكتسبات اللي أنت اكتسبتها في الحياة. حتى القوي في الوقت ده ما كانش بيأمن على حياته، لأنه ببساطة القوي ممكن تتم هزيمته عن طريق تحالفات ما، إنه حتى لو أنت قبيلة قوية ممكن قبائل تانية تتحالف مع بعضها وتهزمك، أو ممكن تخسر حياتك بسبب الخيانة أو بأي شكل تاني. فمن هنا برزت الحاجة من وجهة نظر هوبز لنشأة الدول أو الحكومات اللي هي بيحصل ما بينها وما بين الفرد نوع من المقايضة، إنه الحكومة دي بتضمن السلامة وبتضمن استمرار حياة الفرد وتمتعه بالمكتسبات اللي حصل عليها، في مقابل إنه إلى حد ما الحكومة ديت بتأيد حريته المطلقة، أو ما بتخليش للفرد حرية مطلقة بنسبة 100%، لكن زي ما قلنا بتضمن له جزء من السعادة عن طريق إن هي على الأقل ضمنت له السلامة والحفاظ على حياته. وده على عكس ما كان سائد في العصور البدائية، إنه ما كانش فيه حد آمن على حياته بأي شكل من الأشكال. قطيع تاني من الفلاسفة أو جزء تاني من الفلاسفة كانوا شايفين إنه يعني الحرية مفضلة على السعادة، وإن أنت تحصل على حريتك بشكل كامل أو حرية الإرادة الكاملة أفضل بكتير من إن أنت تعيش سعيد تحت نظام أو تحت أي منظومة بتأيد حريتك وتسلب منك حريتك. وبيدافعوا عن الرأي ده، بيقولوا إنه أصلا الحرية هي اللي بتميزنا كبشر عن الحيوانات والكائنات التانية، وكمان الحرية بالنسبة لنا كبشر هي مدخل للأخلاق. وبمجرد إن احنا نفقد الحرية بتاعتنا احنا بنفقد تقدر تقول بشكل كامل إن احنا بنفقد إنسانيتنا. وكمان الحرية بالنسبة لنا كبشر هي نوع من أنواع الكرامة اللي لازم ندافع عنها، وحتى ممكن نتعرض للموت في مقابل ان احنا نحصل على الحرية الكاملة. على سبيل المثال اثناء الحرب العالمية الثانية فضلت المقاومة تقاوم ضد الحكم النازي في كل البلاد اللي احتلها النازيين، بالرغم من ان النازيين كانوا بيعرضوا عليهم عروض سخية ان هم يتعاونوا معاهم، فبالتالي ياخدوا قدر كبير من المكتسبات. لكن بالرغم من كده المقاومة ضد الحركة النازية اختارت ان هي تفضل تقاوم النازيين، ويدفعوا ثمن كده ان هم في وقت من الاوقات او افراد منهم كتير بيفقدوا حياتهم في مقابل الحصول على الحرية. فاذا من وجهة نظر القطيع ده من الفلاسفة انه الحرية لا تقدر بثمن، وانه الانسان بلا حرية بيفقد انسانيته وحياته ما بيبقاش لها معنى. احنا اتكلمنا عن القطاعين من الفلاسفة. القطاع الأول اللي بيفضل العيش بسعادة عن الحرية الكاملة، أو إن أنت تضحي بجزء من حريتك في مقابل إن أنت تعيش بلا عذاب الضمير بسبب تحملك لنتيجة قراراتك وإحساسك بالتعاسة بسبب أخطاء الماضي اللي أنت بتقوم بيها، وحتى قلقك بالنسبة للمستقبل اللي أنت متحمل مسؤوليته بشكل كامل. والقطاع الثاني من الفلاسفة زي روس وكانت وتوكفل بيقولوا إنه الإنسان بلا حرية كاملة بيفقد إنسانيته وحياته ما بتبقاش لها معنى، بالرغم من إن القطاع الأول أو القطاع الأول من الفلاسفة إن هم شايفين تفضيل السعادة أو الطمأنينة أو العيش بلا تحمل مسؤولية على الحصول على الحرية الكاملة. بالرغم من كده هم
ما بيقولوش انه لازم تحصل على واحدة منهم بس، يعني تحصل على السعادة او تحصل على الحرية. اي انسان بيفضل الحصول على الاتنين معا، الحصول على السعادة مع الحرية. لكن ده تقدر تقول ان هو مش وارد الحدوث في العالم الواقعي، لان احنا دايما في الحياة الواقعية بيبقى عندنا خيارات ولازم نختار ما بين الخيارات ديت. ففي الغالب يا بنختار الحرية الكاملة مهما كانت المخاطر، حتى لو هنضحي بحياتنا في مقابل الحرية، أو بنختار إن احنا نعيش سعداء أو مطمئنين على حياتنا في ظل نظام أو مجتمع بيقمع حريتنا بشكل ما. بشكر أحد شاف الفيديو، ولا عجبك الفيديو تعمل له شير.